يا مساء الانوار، عندك بيان او رقم بتدور عليه في جدول عشان خاطر عايز تعدل عليه او تضيف عليه حاجه، وتعبت من البحث في الجدول وعينيك تعبتك ومش عارف تطلع مكانه فين؟ انا جبت لك الحل. النهارده هنتكلم عن معادله ماتش. فالنهارده هقول لك ازاي تخلي الاكسل يشتغل مكانك. فداله ماتش دي بتشتغل زي المخبر، بتدور لك على الحاجه وبتقول لك مكانها فين بالظبط، او بمعنى اصح بتقول لك ولو جيت جبته لك من غير كلام كتير. نخش في الموضوع. على طول نخش في الموضوع. انا قدامي مجموعه البيانات دي، وفي هنا في البرودكت كاتيجوري كلمه مكتوبه بالغلط، وعايز اطلع الكلمه ديت، واكيد مش هقعد ادور عليها في وسط البيانات. فهنا هستخدم داله اسمها ماتش. الداله بتقول لي اللوك اب فاليو ايه، يعني انا هدور دي ايه، فاقول له دور لي بالكلمه الغلط دي. بيقول لي هدور عليها فين؟ اللوك اب اري، اقول له دور لي عليها في العمود ده. بعد كده بيقول لي عايز الماتش تايب، انت عايزه الاكزاكت ماتش ولا عايز نجيب لك اي حاجه وخلاص؟ اقول له لا طبعا احنا ناس دقيقه عايزين الاكزاكت ماتش. اقول له اوكي. قال لي الكلمه دي موجوده في العمود وترتيبها رقم 5. ابدا اعد 1 2 3 4 5. اعيد الكلمه اللي مكتوبه غلط، ابتدي ان انا اعدلها، وهلاقي المعادله تحت ادتني العلامه دي، ودي معناها ان خلاص كده هو مش لاقي قيمه لان انا عدلتها. بس خد بالك، ماتش هنا ما بيرجعليش بالقيمه، هو بيرجع لي بمكانها، يعني بيتعامل زي موظف الاستقبال كده، يقول لك الكلمه دي في الغرفه رقم 5 يا فندم. حلوين زينة والله زينة. فالخلاصة، لو عايز تعرف مكان حاجة مش لاقيها في الإكسل استخدم ماتش. وممكن نستخدمها ندور على المدير ونقول لها لو لقيته هنحط له اندكس ونطلعه معاش. ما تنساش تضغط لايك وشير وسبسكرايب، واستنونا في الفيديو الجاي. سلام.